عشان كده ساعات بنشوف ناس بتقدم أدلة وبراهين منطقية وقوية جدا، ورغم كده الطرف التاني رافض يقتنع. زي المثال اللي محله الكتاب عن استطلاعات الرأي وقضايا زي التغير المناخي. مش مهم القضية نفسها قد ما مهم طريقة العرض. بالظبط كده. مجرد الحقائق مش كفاية لو اللي قدامك قافل دفاعاته من الأول لأنه حس بالاختلاف أو الهجوم. طب والتطبيق العملي بقى، يعني أعمل إيه بدل ما أقول لأ أنا مش موافق؟ غيري نقطة البداية. بدل لأ، الكلام ده غلط أو أنا مختلف تماما، جربي تبدأي بحاجة زي أنا فاهمة وجهة نظرك في النقطة دي، أو في حتة في كلامك أنا متفق معاها وهي. أو حتى أسأل، يعني ممكن تشرح لي أكتر ليه شايف الموضوع كده؟ ممتاز. الفكرة إنك تبني جسر مش حيطة سد. لما اللي قدامك يحس إنه مفهوم ومسموع حتى لو جزئيا، بيبقى مستعد أكتر يسمع وجهة نظرك المختلفة بعد كده. وده يخلي القانون ده مش بس للشغل والمبيعات، ده ممكن يغير حياتنا اليومية كلها، في نقاشاتنا مع أزواجنا، أولادنا، زمايلنا. أكيد. إنك تدي مساحة للشخص التاني يحس بالتقدير والفهم الأول، ده فعلا بيفتح باب للحوار. بالظبط كده. الهدف مش إنك تثبتي إنك صح وهو غلط، لا، الهدف نوصل لأحسن نتيجة ممكنة سوا. الحوار المفروض يبقى أداة تواصل وتقريب، مش صراع.